السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يلقاكم بأتم الصحة والعافية وتكونوا كامل لاباس. اليوم إن شاء الله راح نحضروا وصفة الشوفلور بطريقة مبسطة أو البروكولي بطريقة مبسطة جدا ولذيذة، يجيكم محشي وكذلك بنين بزاف بزاف. خلاص تبعوا الوصفة إن شاء الله يا ربي تعجبكم وتطبقوها وتفرحوا بها أولادكم، لأنها وصفة تستحق التجربة. محشي بالجبن وكذلك بصوص حمراء وبنينة بزاف. على بركة الله إن شاء الله راح نبداو الوصفة نتاعنا، وما نساوش نصليو وسلموا على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. انا نجيبو راس بروكولي بالدرجه كيما نقولوا او الزهره البيضاء او الشوفلور، راح تجيبوه بالشكل هذا، تغسلوه من بعد تقطعوه وتعاودوا تغسلوه يا البنات. اولا تنحيو هذا الجزء هذا الاخضر نتاع الاوراق نتاع البروكولي نتاعنا كيما راكم تشوفوا سلطانتي الغاليات متتبعي الاوفياء، ومن بعد تبداو تقطعوه الى يعني اجزاء صغيره جدا. نعي لكم بالشكل هذا، دائما نوري لكم جميع مراحل تحضير الاطباق البنينه بزاف. خلاص كيما راكم تشوفوا ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وولادكم اذا ماشي ياكلوا البروكولي ما عليكم غير تتبعوا هذه الوصفه الرائعه جدا. كيما راكم تشوفوا قلت لكم قطعوه الى اجزاء، ونحيو دائما هذه الاجزاء البيضاء هذه. هاي لكم نحيوها بالطريقه هذه اللي باغيه يعني تخليها وطيبها من بعد تستعملها في سلطه، تستعملها في البركوكس، لانه يجيكم بنين بزاف وذو فوائد كثيره. بهذا الشكل هذا انا بعد ما غسلته راح نحطه يفور او يتفور، وحابه تغليه في الماء والملح. معليش تجيبي لهنا كاسرون تحطي حوالي 4 ملاعق نتاع الزيت، وكذلك ملعقه ونصف ثوم بما يعادل 5 فصوص. لهنا كذلك عندي لهنايا بصل. لهنا البصل هذا نتاعنا بعد ما رحيناه او ربيناه نحيلنا له الماء وحطيناه لهنا كما راكم تشوفوا. كذلك عندي يبقى اختياري فلفل حلو طحنته بالماء نتاع البصله كما راكم تشوفوا سلطانتي الغاليات متتبعي الاوفياء. لهنا نحيت الماء نتاع البصله، نحيت فيه فلفل حلو، قلت لكم تبقى اختياريه. بهذا الشكل هذا راح تجيكم صوص حمراء بنينه ما شاء الله. راح نحطه فوق النار ونقلب بالشكل هذا كما راكم تشوفوا سلطانتي الغاليات متتبعي الاوفياء. ومن بعد نحط التوابل. هنا عندي كزبره مرحيه، كذلك هنا عندي راس الحانوت او يعني توابل نتاع الروتي، كذلك لهنا العرق الاصفر او الكركم، كذلك لهنا نصف ملعقه زنجبيل، وعلى راس ملعقه فلفل اسود، وكذلك الملح. هنا بعد ما تحطيهم راح تخلطي المكونات نتاعكم هما يتقلاو بالشكل هذا. من بعد راح تضيفي عليهم الدجاج، يبقى اختياريه البنات اللي عندها شويه دجاج ولا فخذ دجاج تحط بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا، تحطوه وتقليوه مليح. انا عندي لهنايا فخذين تاع الدجاج حطيتهم يتقلاو. لهنا تبلتهم بالشكل هذا كما راكم تشوفوا سلطاناتي الغاليات متتبعي الاوفياء. راح نقلي مليح هاي لكم حتى تتقلى معنا مليح الدجاج نتاعنا. هاي لكم كما راكم تشوفوا يعني طريقه مبسطه جدا. لهنايا راح نضيف ملعقه متوسطه التابل الاحمر حلو، يعني كما نقولوا كما راكم تشوفوا سلطانتي الغاليات متتبعي الاوفياء. راح تجيكم وصفه بنينه بزاف. خلاص وكذلك لذيذه، غير تبعوا الوصفه من الاول حتى الاخير. لهنا نضيفوا حوالي كاس نتاع حمص او حفنه نتاع حمص اللي كنتي من قبل يعني يكون طايب ولا مشمخ مليح. لهنا راح تمرقي المرقه نتاعك او الصوص نتاعك او الدجاج اللي كنتي قليتيه بالشكل هذا، تقليه بحوالي لتر ونصف نتاع الماء. هاي لكم بالشكل هذا، ثم تغلقي عليه وتخليه حتى يطيب. نجيو من جهه البنات لهنا البروكلو تاعنا او البروكولي تاعنا بعد ما فورته راح هنا نعصرو كل جزء، نعصرو بالشكل هذا حتى نحيلو الماء اللي فيه، باش تجيني الطريقه سهله جدا وتجيكم عمليه ويعني ما تعيكمش في الخدمه. كيما راكم تشوفوا راح كامل راح نعصرو من الماء. هاي لكم من بعد نحكمو بالشوكه وبالفرشيطه راح نذوبو بالشكل هذا. هاي لكم ذوبي كامل راح يذوب. ولهنا كاينه ملاحظه، ما تنساوش ديروا له الملح كي تجيو تفوروه، لانها تحطي حوالي 5 ملاعق كبار يكونوا ممتلئين نتاع خبز يكون يابس ومطحون. لهنا فلفل حلو اللي خلينا عفوا الجزء نتاع فلفل حلو المطحون يبقى اختياري، كذلك ملعقه ونصف بصل، على راس الملعقه الكبيره ثوم، كذلك دبشة كزبرة خضراء، والتوابل المشكلة كزبر وراس الحانوت والكركم بالشكل هذا. وراح تضيفي لها حوالي 2 بيضات متوسطي الحجم.
انا حطيت البيضه الاولى وضفت البيضه الثانيه، ثم نخلط المكونات نتاعنا بالشكل هذا حتى تندمج. وما نساوش المكون الاساسي اللي يخلي يعني البروكلو نتاعنا اللي راح يجي محشي بالجبن او يعني يجيكم ذو ذوق رائع جدا. لهنا تحطي حوالي ملعقتين كبار الى 3 ملاعق نتاع الفارينه. شوفوا لهنا يا البنات راني بعد ما حطيت 5 ملاعق نتاع خبز يابس ضفت حوالي ملعقه ونصف. كذلك لهنا ضفت من 2 إلى 3 ملاعق نتاع الفارينة. هاي لكم لهنا جبت الجبن يبقى اختياري، خير انتي اي نوعية تحبيها. لهنا بليت يدي بالزيت ومن بعد جبت كمية نتاع الخليط اللي درناه ثم قطعة نتاع الجبن وبقيت نغلق فيها بالشكل هذا كما راكم تشوفوا وندورها حتى نتحصل على كويره بحيث انه الجبن ما يبانش يا البنات. وتجيبي لهنايا الورقه الزبدي تحطي فيه الفارينه نتاعك ولا جيبي بلاستيك ولا جيبي صحن او سنيوه كبيره وتحطي فيها الفارينه ثم تبداي تكوري وتحطي فيها الكويرات نتاع البروكولي نتاعنا بالشكل هذا كما راكم تشوفوا. صدقوني بحشوه الجبن راح يجيكم بنين بنين بزاف خلاص، يعني بدون صدر دجاج بدون لحم لكن بذوق الجبن راح تجيكم قراب بنينه، يعني هبال تاع الدنيا كما قلت لكم يا البنات. غير جربوا الوصفات. لهنا بعد ما تكملي جزء فقط نتاع الكميات بقاي تزيد كميه نتاع الفارينه وتدوري بالشكل هذا والصوره تعبر يا البنات بحيث انكم تغطيو الكويرات نتاعكم بالفارينه بالشكل هذا والطريقه هذه المبسطه جدا. غير جربوا هذه الوصفه متاكده انكم راح تدمنوا عليها وتحبوها ودائما تحضروها لولادكم لانهم راح يحبوها. بهذا الشكل هذا انا نستمر في تكوير الكويرات نتاعنا تاع البروكولي ثم نجيب كاسرون ولا مقله حتى تسخن. حطيت انا جزء هذاك نتاع البروكولي اللي تشوفوا فيه البنات حطيته حتى سخن. من بعد بديت نحط الكويرات نتاعي على دفعتين الى 3 دفعات ويعني تنقصي في النار حتى تدي اللون الاحمر او الذهبي تبقاي تقلبيهم بالشكل هذا كامل. ما تخافوش ماهمش ابدا راح يطرطقوا ولا راح يخرجوا الجبن هذاك. درك نوري لكم يا البنات دائما مرحله بمرحله حتى تتحصلوا على يعني طبخ وحلويات رائعه جدا. وما ننساوش نصليوا على سلموا على سيدنا محمد عليه الف صلاه وسلام. بالشكل هذا بعد ما خذاو اللون الذهبي وحماروا يعني طريقه الحموريه كما تحبوا حابين تحمروهم. وكذلك ما تنساوش ملاحظه على نار تكون اقل شويه من المتوسط حتى يطيب البروكلو تاعنا ويلحق حتى الطياب نتاعو لحشوه الجبن. لهنا قطعت البطاطا وقليتها مكعبات. كذلك لهنا الدجاج نحيته وعطيته تحميره كيما راكم تشوفوا يا البنات. لهنا جبت الصوص نتاعنا نتاع الحميصه حطيت كويرات البروكلو نتاعنا بالشكل هذا كيما راكم تشوفوا. سلطاناتي الغاليات متتبعي الاوفياء شوفوا كيفاش جات هايله بزاف. لهنا بعد ما تحطي البروكلو نتاعك حاولي تحطي الكاسرونه حوالي 5 دقائق فقط تدي الغليه هذيك الاولى وتردوها. واذا تحبوا كذلك وهي سخونه ما تحطوهاش فوق النار هكذا فقط وتبداو تقدموا يعني البروكلو تاعكم والصوص نتاعكم. لهنا حطيت فقط كميه نتاع البطاطا اللي تكون مقليه وجبت صحن التقديم. اولا واش درت يا البنات حطيت كويرات نتاع البروكلو. صدقوني راح تجيكم يعني طاجين شوا تجيكم بطاطا كوشه راح تجيكم رائعه بزاف. نتمنى تجربوا الوصفات اللي نحط لكم وابدا ما كنتش راح تندموا. ما تبخلوني جيم كومنتير الضغط على الجرس وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ان شاء الله تكبر العائله نتاعنا. نقول لكم مشاهده طيبه. شوفوا الحشوه يا البنات قبل ما راح نخليكم. شوفوا الحشوه رائعه جدا مذاق رائع جدا جدا. في الأخير نقولكم مشاهدة طيبة وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.